ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ انا هاجر من قناة لولي شانل. لو اول مرة تشوفيني ما تنسيش تضغطي على اللايك والاشتراك وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل حاجة مني يا بنات يا حلوين. بصوا بقى، انا بصراحة دي تاني مرة اجربه. تاني مرة تجربيه؟ معقولة؟ بصراحة دي تاني مرة اجربه، ما جربتوش قبل كده. او انا ماليش في الجل وفي الحاجات دي، في الجيلي. بس خلاص احنا كبرنا، الأطفال كبرت وبقى معانا بنوتين حلوين، وطالما معانا كتاكيت في البيت وعايزين أي حاجة من بره بقينا نعمل لهم الحاجة الحلوة في البيت. تعالى أقولك بقى ازاي تعمليه في البيت. يعني في ناس كتير شطورات بيعملوا أحسن مني، بس أنا بصراحة جايباه جاهز، جايباه جاهز عشان أجربه. أنا جربته بالليل ودي كانت تاني مرة أعمله، بس البنات كانوا أول مرة هيدوقوها. جربته بالليل أنا وهيثم، وهيثم بيغامر معايا في الحاجات دي بصراحة. لما يلاقي الحاجة ريحتها حلوة وشكلها حلو يقولوا ماله اجربها. وانا اتعودت الحاجه اللي انا ما اكلتهاش قبل كده ما اقولش عليها وحشه، ولازم اجربها الاول. عملت ايه؟ انا عملت كريم كراميل. كريم كراميل بتاع دريم، انا كنت جايباه في المشتريات. الحاجات اللي انا جبتها قلت لكم انا مش بنزل اجيب كميات، انا بجيب الحاجات اللي انا عايزاها، ولو فاض معايا فلوس وماله لما اجيب حاجتين تلاته. لو لقيت حاجه رخيصه اجيبها برضو، سواء اكل او شرب او لبس، بس لو سعرها كويس ومناسبني. ماشي. عملنا ايه بقى؟ جبنا دريم، كريم كراميل دريم. قلنا نجربه في البيت ونعمله، ولو طلع حلو حاجة حلوة والبنات ياكلوها. طالما كل شوية عايزين حاجات من الشارع والحاجات مش مضمونة وأسعارها عالية، وبالذات الحلويات دي يعني مش بتتباع على طول، فالواحد يخاف يجيبها من الشارع. تعالي شوفي طريقتها، ولو عجبتك ما تنسينيش بدعوة حلوة في الكومنت بتاعك. عملت ايه بقى هنا؟ جبت دريم، دول العبوة التوفير 2 في 1، يعني فيها كيسين مش كيس واحد. انا هاخد منها كيس واحد على نص كيلو من اللبن. نص كيلو من اللبن ده يعني يعمل لك كوبايتين لو انت عندك اللبن كيلو ومش هتعرفي تقسميه، بس انا بصراحة بجيبه نصوص. جبت كده 4 بولات او اطباق، اي حاجة يكون شكلها حلو عشان انت هتستخدميها. كنت بوريكم محتوى الكيس اللي هو الكيس البودر والكيسين دول. وجبت هنا نص كيلو من اللبن، وهنا كان عندي في البتاعة بتاعة اللبن دي اللبانة كيلو لبن كامل، فانا خدت يعني قسمت نص. هفضي الكيس البودر ده منه، يكون اللبن ده ساقع معايا يا بنات مش سخن. انا برضو لما جربته فتحت فيديو وشفت هو بيتعمل ازاي، وخدت الطريقة اللي مكتوبة عليه. اللبن كان ساقع مش سخن. اللبن ده كان عندي مغلي قبل كده، عشان كده هتلاقي في وشه في الحروف كده قشطة. وانا طبعا كان كيلو وانا شلت منه ايه لغايه نص نص، يعني كوبايتين بس يا بنات. وهفضل كده اقلب فيه تقليب تدريجيا وايدي فيه، وبعد كده هولع النار عليه لغايه ما اللون بتاعه هيقلب اصفر والقوام بتاعه هيبدا ان هو يتقل. وهاجي هنا للطباق، هفضي الكيس اللي هو بقى جواه زي السيرم، يعني جواه زي العسل كده، وهفضيه في الاطباق، في ال4 اطباق بتاعتي. ما تزوديش عن كده عشان ما يبقاش خفيف. لو عرفتي تقللي قللي يعني، ما تزوديش لبن. لو هنزود لبن ننزل بكيسين البودر بتاع اللي هو الكريم كراميل. وهنبدأ هنا نحطه كله في الأطباق. وفي كيس تاني برضو يا بنات هنفتحه عشان هيبقى القاع بتاعه اللون العسلي ده، وانتوا برضو هتشوفوه. امشوا بالطريقة واحدة واحدة، ولو بتعمليه قولي لي بتعملي ازاي، وهي دي نفس طريقتك ولا لا. ولا اول مره تشوفيه قومي جربيه، انا برضو ما كنتش اعرفه وجربته. وهنا طبعا كان البوتاجاز تعبان عشان كنا عاملين اليوم ده سمك، ومش عارفه الفيديو ده هينزل لكم مع السمك ولا لا. وهنا القوام بتاعه كان تقل. بصوا يا بنات، هبدأ انزل بيه. حطيت العسل الاول وبعد كده هبدأ ان انا انزل بيه. بتعرفي ان هو يعني استوى معاكي بقى كويس ازاي لما تلاقيه بيغلي من الجناب زي اللبن بالظبط. هننزل بيه وهنحطه في التلاجة مش في الفريزر، في التلاجة ساعتين، وطلعيه لبناتك حاجة نظيفة في البيت ياكلوها وسعرها كويس ومش غالي. وهنا كنت بوريكم القوام بتاعه وهو كان بيغلي، كنت بوريكم القوام بتاعه لونه ايه وتقيل ازاي، يعني هو بيبقى زي البشاميل وبس. دي كانت الحلوة بتاعتنا النهاردة يا بنات، وما تنسوناش في اللايك والاشتراك ودعوة حلوة من قلبكم. باي باي.